يا لحظك يا أبا بكر، يا لحظك. كانا صديقين، كانا اثنين، أحدهما يقول لصاحبه كل صباح: ائذن لي في الهجرة، فيجيبه صاحبه: انتظر انتظر لعل الله يجد لك رفيقا. كان يعرف أنه مهاجر لا محالة، فأراد أن يخبئه لنفسه بانتظر. كان يحبه حبا جما، لهذا طرق بابه ذات ليلة وقال له: هلم بنا يا أبا بكر. لم يودع أبو بكر أهله، فقد كان محمد كل أهله، فقد كان في هذا العالم أصدقاء. ومضى الصديقان في رحلة كتب لها أن تغير ملامح هذا العالم وتصحح مسار العيش والإنسان. خرج تحت جنح الظلام صديقين أعزلين في صحراء مترامية الأطراف، كل ما فيها عدو، وقد رصدت قبيلتهم 100 ناقة لمن يأتي بهما أو بأحدهما حيا أو ميتا. لا فرق بالنسبة لهم، لا شهامة الأعراب تشملهم، ولا كرم الضيافة يسعهم. ضاقت عليهم الصحراء واتسع عليه مغار. ويحمل الصديق لصديقه لبنا، فيشرب النبي فيرتوي أبو بكر. يقول أبو بكر: فشرب رسول الله حتى ارتويت. كان صديقين، وكان في هذا العالم أصدقاء. لم يفكر بطلب العفو من قبيلته. كان محمد كل قبيلته، وكان في هذا العالم أصدقاء. ويصل الفرسان المدججون حيث غار الصديقين الأعزلين. أبو بكر يرتعد فرقا وخوفا على صاحبه ويقول: إن أهلك فإنما أنا رجل، وإن تهلك فأنت الأمر كله. وكان في هذا العالم أصدقاء. وصديقه يهدئ من روعه، يقول له بصوته العذب: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك في 2 الله ثالثهما. ما أعذبها لصاحبه، يقول لصاحبه: ما أعذبها، ما أجملها. يا لحظك يا أبا بكر، يا لحظك يشهد المصحف أنك كنت صاحبه، كنت تحبه وكان يحبك. يا لحظك إذ تخاصموا فينتصر لك. هل أنتم مخلون إلي صاحبي؟ كان صديقين لم يفصل بين قلبيهما في الحياة إلا قليل لحم، ولم يفصل بين جسديهما في الموت إلا قليل من تراب. كان صديقين، وكان في هذا العالم أصدقاء. كان في هذا العالم أصدقاء.